شبكة الكرة العراقية برعاية مطعم وكوفي شوب باباسيتو. حقق فريق الميناء أول فوز له في انطلاق أياب مباريات المرحلة الثانية بعد أن استطاع الفوز على مضيفه فريق الحسين بهدف وحيد جاء من ضربة جزاء عن طريق لاعبه حسام مالك. تقرير كريم درويش. عجلة دوري الكرة الممتاز تعود للدوران بعد توقف دام ل3 أسابيع لفترة ما بين المرحلتين، حيث ابتدأ فريق الحسين باستئناف مبارياته مع مدربه الجديد صباح عبد الحسن بعد أن ضيف فريق الميناء وعلى ملعبه أملا بالخروج بنتيجة إيجابية تعكس سلبيات نتائجه في المرحلة الأولى. فريق الحسيني فرض أسلوبا هجوميا منذ بداية اللقاء أجبر من خلاله الضيف المينائي للتراجع والدفاع عن شباكه التي بقيت نظيفة في الشوط الأول بعد عدة محاولات لم يكتب لها طريق ملامسة الكرة لا لشباك الضيف ولا المستضيف. أول مباراة اللي أنا قودها لنادي الحسين، لاعبين شباب قدروا أوصلهم الفكرة اللي يعني استراتيجيتي أو فلسفتي بالتدريب، خاصة قدرت أن يعني أوصلها للاعبين بشكل سهل. أول مباراة لنا بالمرحلة الثانية، وهذا راح يعطينا يعتبر يعني بوابة يعني خير وبوابة انتصارات جديدة إن شاء الله للمباراة القادمة. وضع الفريق الحمد لله والشكر جاي يوم على يوم جاي يتحسن افضل، وجاي تكون اللاعبين جاي يتمتعون بمعنويات جدا عاليه. الحصة الثانية بقي فيها فريق الحسين بنفس بدايته الاولى، حيث السيطرة على اجواء اللقاء بقيت، والتهديد لتسجيل هدف السبق من خلال الهجمات العديدة التي بادروا بها ظلت لاغلب اوقات الشوط، لكن الاحداث بيّنت أن العلاقة بين مهاجمي فريق الحسين وشباك الخصوم ليست على ما يرام، ففريق الميناء نجح في استغلال هذه الحالة بعد حصوله على ضربة جزاء سجل منها حسام مالك هدفا لفريقه. فالتعديل بالنسبة لفريق الحسين لم يأتي ولا التعزيز للميناء لتنتهي المباراة بهذا الهدف الوحيد لفريق الميناء البصري. الحمد لله وشكر، دوري طويل، اهم شيء كسبنا 3 نقاط، مو اهم شيء الاداء، اهم شيء 3 نقاط، وان شاء الله القادم الايام المرحله الثانيه ان شاء الله من نادي الميناء الى احسن ونطمح الى منافسه ان شاء الله. خساره ما راضين عليها، ولكن الاداء اختلف بهاي المرحله الثانيه وباول مباراه امام فريق صعب امام الميناء. اداءنا اختلف بعد مجيء المدرب الكابتن صباح عبد الحسن، غير هواي من الامور، تحسن الاداء، لكن اليوم ما توفقنا بالمباراه. خطا بسيط فردي، انه مو خطا، احنا بشر كنا خطائين، سجلوا من عنده ضربه جزاء. الاستحواذ والأداء الجميل لا يكونان أحيانا سببا للوصول إلى الفوز دون التسجيل وهز الشباك، وصف ينطبق على فريق الحسين الذي خسر اللقاء وعلى ملعبه من ضيفه الميناء بهدف وحيد جاء من ضربة جزاء. كريم درويش، الحرة، بغداد.